انتخابات مؤتمر ستار وتجمع نساء زنوبيا. الرفيقة خود العيسى. انتخابات مؤتمر ستار وتجمع نساء زنوبيا. نحن المرشحات للانتخابات الإدارة المحلية بكل شغف وإرادة وألواننا وإرادتنا وأفكارنا ووعودنا ونشاطاتنا. نؤكد أن وحدة شعبنا ومساواته وحريته هي الحياة الحرة للنساء والأطفال. عليه من أجل حماية الحياة الطبيعية سنعمل للاستمرار في بناء الأمة الديمقراطية المستندة على حماية الحياة الإيكولوجية والبيئة. نحن كشعب روجافا شمال وشرق سوريا حاربنا كافة الجهات والاعتداءات المادية والمعنوية التي استهدفت القيم الثقافية والتاريخية لمناطقنا من قبل كل القوى الحاكمة والفاشية والغزو. ناضلنا واستطعنا أن ننتصر وأرسينا الأسس للوطن الحر الديمقراطي وخطونا خطوات مهمة من أجلها. وفي هذا النضال ومن أجل الحرية والديمقراطية استشهدت الآلاف من النساء والشباب والأطفال من شعوبنا. على هذا الأسس نستذكر كافة شهدائنا وشهيداتنا بكل اعتزاز واحترام ونعاهدهم على تحقيق أحلامهم في بناء بلد ومجتمع حر. نحن كنساء روجافا وشمال وشرق سوريا من أجل بناء وطن حر ومجتمع ديمقراطي نناضل على مدى عشرات من السنوات، ولا زلنا نناضل في وجه ضد القوة الاحتلالية والفاشية من جهة أخرى، ضد كافة الذهنيات المحافظة الفوضوية السلطوية والمتعصبة الدينية والجنسوية. إن النضال الذي خاضته النساء يرتكز على حقيقة قيم المرأة الحرة وثقافتها في هذه المناطق التاريخية، ومن ذكر السكان المحليين الذين عاشوا هذه المنطقة منذ آلاف السنين في المرحلة التي نمر بها والتي نحاول بشتى الطرق من أجل محو وإنكار تاريخ والاغتناء بنضال تمكنا بعد وإنعاش روح المقاومة من جديد. بالإيمان والإصرار والتضامن والحماس سنرفع من وتيرة نضالنا كل يوم. لقد أنشأنا لأنفسنا نظمنا أنفسنا وظاهرنا قوة المرأة وإرادتها. لقد رأينا أن العيش كجنس وكدرجة ثانية تحت السلطة وحكمها وضمن النظام المهيمن الذي أنشأه الرجل السلطوي، والتحول لخدمة والعبودية أداة للمتعة وإنجاب الأطفال والقيام بالأعمال المنزل التي تعرضها للإيذاء، التقليل من شأنها، الإهانة والقتل ليس مصيرا أبديا. كل هذه الحياة الرأسمالية المبنية بذهنية الرجل تعتبرها مشروعا بالنسبة للمرأة. إننا بفكرنا وقوتنا وإرادتنا وفعالياتنا كتنظيمات نسائية مؤتمر ستار وتجمع نساء زنوبيا ضد الحياة العبودية المفروضة علينا صنعنا المعجزات. نحن نساء مؤتمر ستار وتجمع نساء زنوبيا سعيدات من أجل إنشاء الحياة الديمقراطية الإيكولوجية التي تتخذ من مبادئ حرية المرأة أساس لها ولنضالها الأبرز، صوتها لونها وإرادة المرأة والارتقاء فيها في الكومينات والمجالس ومن الإدارات المحلية من الصحة إلى التعليم. في جميع مجالات الحياة قمنا بتنظيم إرادة المرأة لتصبح صاحبة القرار. نحن نعلم أنه كلما ازدادت مشاركتنا في عملية صنع القرار وتحديد سياسات البلدية كلما تمكنا من إرادة وإنشاء حياتنا والمكان الذي نعيش فيه بوعي المجتمع والفرد الحر والمجتمع الديمقراطي والكومينائي، والسلام الدائم على مبادئ العيش المتساوي وأخوة الشعوب. لنقيم بتنظيمنا مفهوم الديمقراطية
المباشر بالمشاركة القوية، وهذا يتطلب التحلي بالمسؤولية حيال حياتنا. سنقوم ببناء حياة عادلة وحرة، فلنعيد بناء الحياة الاجتماعية وحمايتها واستمدادها بقيم الحرية والمساواة، لنضع سياسات وقواعد مؤيدة للمرأة، لنطور ونتخذ من مبادئ الإدارة المحلية أساساً لنظامنا. التعليم باللغة الأم وتخطيط المدن والهندسة العمرانية والاستفادة على قدم المسؤولية من الخدمات في المدن، الإعلام والنشر، الثقافة والفن، النقل، الصحة والاقتصاد، الأخلاق والسياسات. السياسات الاجتماعية باستقلالية المرأة نظمنا أنفسنا ونحقق الحياة المشتركة الحرة، وبنظام الرئاسة المشتركة ونظام التمثيل المتساوي سننتصر. باعتماد المرأة على مفاهيم البلديات المتعددة الثقافات سنحمي الحقوق والمساواة لجميع المكونات من الأطياف والشعوب والأديان من كافة الشعوب والأطياف والأديان، الكرد والسريان والأشور والعرب والتركمان والأرمن والعلويين والسنة والمسلمين والمسيحيين واليزيديين. سوف نقبل نظام الرئاسة المشتركة والتمثيل المتساوي كمبدأنا، ومن أجل ضمان حقوق المرأة وحريتها سننظم المرأة وستنظم أيضا نفسها بشكل مستقل واستقلالي في كل مجال، وتتخذ من مبادئ المساواة بين الجنسين والتوازن بين الاختلافات في الطبيعة أساسا لها. ووفقا لهذه الأسس والمبادئ سيتم تنفيذ كافة الخدمات والمشاريع المتعلقة بالمرأة والطفل بالمشاركة مع الكومينات والمجالس. سيتم تحديد السياسات الخاصة بالمرأة بالتنسيق مع المنظمات المدنية والمحلية والتنظيمات النسائية والشبابية والمؤسسات الاجتماعية والصحة والتعليم، لتتمكن المرأة من تنظيم نفسها بشكل مستقل ضمن البلديات. سننشئ مجالس نسائية ومنسقات نسائية ومخاطبات باسم المرأة وضمانها. وفي سياق تطوير مشروع النساء والأطفال سنطور تنظيم المرأة وتأسيسه. سننشئ في كل بلدية مكتبا للمرأة، وبالارتباط به سننشئ وحدات مناهضة للعنف والتعذيب، وأيضا وحدات خاصة بالتدريب لتعزيز التضامن النسائي في البلديات وتطوير السياسات المشتركة. سنقوم ببناء اتحاد نسائي للبلديات لتطوير التعليم والإعلام والاتفاقيات النسائية الدولية. سنقوم بتطوير الوحدات واللجان الأكاديمية والإعلام الدبلوماسي ضمن هيكلية اتحاد البلديات الخاص بالمرأة من أجل تلبية احتياجات النساء للواتي يشكلن نصف المجتمع. سنقوم بوضع موازنة فورية ترعى التنوع الاجتماعي، وسيتم أخذ علم المرأة في البلديات بعين الاعتبار، وسيتم تحديد ميزانية مستقلة للمشاريع المستقلة في إطار النضال ضد كافة أشكال العنف والتعذيب ضد المرأة. سنقوم ببناء وحدات استشارية للمرأة وحماية المرأة والطفل. الصحة حق طبيعي واجتماعي، لكي تتمكن المرأة من الاستفادة من هذا الحق يجب أن تكون الصحة مجانية، وسوف نعمل مع المنظمات الصحية، وسيتم تطوير الأنشطة التعليمية للصحة البدنية للمرأة. سنقوم أيضا بإنشاء أماكن ثقافية وملاعب وساحات رياضية للنساء وأحياء وأسواق وحدائق نسائية. سننشئ أيضا الساحات وحدائق المرأة الحرة. سننتظر في وضع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وما إلى ذلك في بناء المدن في سياق فلسفة المرأة في الأماكن العامة والنقل وتجديد المباني. سنقوم بحماية النظام البيئي، لن نكون بشرا فحسب، بل سنكون مسؤولين عنه جميع أنواع
والنباتات والأعشاب والمياه والتربة والهواء والوصول للتاريخ والتراث والثقافة. سنطور الأماكن التي نعيش فيها وسنجعل منها منطقة خضراء لحماية الحقوق الاقتصادية والشخصية للنساء العاملات تحت مظلة البلديات. سنقوم بتطوير أرضية التنظيم والحماية لها كنساء روج آفا وشمال وشرق سوريا. هدفنا هو بناء بلديات ديمقراطية وبيئة في محور حرية المرأة، ولهذا السبب نحن عازمون واثقون ومتفائلون ومتحمسون. وقبل كل شيء ندعو النساء وكافة أبناء شعبنا إلى دعم المرأة وتعزيز إرادتها من الآن فصاعدا. نهنئ جميع الرفيقات اللواتي سيتم انتخابهن ونتمنى لهن النجاح. مجلس تجمع نساء زنوبيا، مجلس مؤتمر ستار 2024 5/22. المرأة، الحياة، الحرية.